السلام عليكم. بداية ألف مبروك لفريق نادي الزمالك النقطة اللي أخدها من طلائع الجيش. الحقيقة نقطة من فم الأسد. بأمانة ببارك لنادي الزمالك على النقطة دي جدا جدا جدا. بصراحة الزمالك ما كانش يستحق النقطة، اللي كان يستحق النقطة هو جماهيره، هي اللي تستحق النقطة. لكن عموما الزمالك اخذ نقطة، ودي فرصة جيدة جدا جدا هتدعم موقفه في البقاء في بطولة الدوري الممتاز، لان الحقيقة الزمالك محتاج كل نقطة عشان يجيب لجماهيره نقطة ويبقى موجود في الدوري الممتاز زي كل سنة ان شاء الله. بإذن الله الزمالك بعد النقطة اللي اخدها من طلائع الجيش والنقطة اللي جات لجماهيره بإذن الله هيبقى في المركز مثلا السابع والثامن. ما تخافوش إن شاء الله مش هيهبط بإذن الله. الهدفين جابهم شيكا، لا جودوين شيكا بتاع طلائع الجيش بعد ما نزل شيكا. أنا حسيت الحقيقة إن المباراة دي مسجلة مذاعة بس، لكن هي مسجلة قديمة، لان انا استغربت خالص. هو شيكا ده خلاص يعني ما بيلعبش من زمان، هو شيكا مش اعتزل، هو مش اسمه المرحوم شيكا. طب مين اللي بيلعب؟ هو مين اللي نزل يا جماعه ده في التغيير في اخر ربع ساعه مع الزمالك؟ ازاي هو شيكابالا صحي تاني ولا مين اللي نزل؟ ولا ده شبيهه ولا ده واحد من الاشبال؟ انا مش عارف، انا اتلخبطت بصراحه، ما بقتش عارف مين شيكا اللي نزل. انا عارف من اول مباراه ان في لاعب محترف اسمه جودوين شيكا النيجيري اللي بيلعب مع طلائع الجيش اللي جاب جولين وكان هيجيب هاتريك، ده موجود، ده طلع في اخر 10 دقائق من طلائع الجيش ونزل مكانه لاعب اسمه احمد الشيخ. خلاص مفيش مشكله. فوجئت ان في واحد بيلعب في الزمالك اسمه شيكا. قال لا، قلت ايه يا جدعان، هو مش شيكا ده اللي كان شيكابالا وبعدين اعتزل وبعدين بقى اسمه المرحوم شيكا؟ نزل امتى وجي امتى؟ ولا هو جروس لسه فاكر شيكابالا من اول مره لما كان بيلعب، اما كان بيدرب الزمالك في الفتره الاولى خالص ايام مرتضى منصور؟ مش عارف انا ايه الحكايه. عموما ما تزعلوش دلوقتي زي ما قلنا شيكابالا لا خلاص الزمالك اخذ نقطه وجماهيره اخذت نقطه، يبقى كده كام؟ كده نقطتين هيتحسبوا له بنقطتين. والتعويم بقى والنقطه وكل شويه وقع في منطقه الجزاء ويشتم الحكم ويرهب للحكم. انا بصراحه ما شفتش فريق زي كده خالص. الفريق عايز بالعافيه فاول، بالعافيه ضربه جزاء، واحد كل شويه يشاور للتاني وينط ويزيز ويجري ويغطس في قلب قرب منطقه الجزاء، المهم ياخدوا فاول والجماهير تهيص. وايه ده؟ ايه البلطجه اللي انتوا فيها دي؟ ايه ده؟ انتوا ما بتعرفوش تلعبوا الكوره؟ انتوا جايين علينا مقرر بلطجه في الدوري؟ هو انتوا فريق بلطجه؟ مفيش كوره، مفيش جمله واحده من اول المباراه اتعملت. مفيش يا راجل هجمه توحد ربنا صحيحه فيها لعبه حلوه من اول المباراه. ده الشوط الثاني لو فريق طلائع الجيش ده عنده سرعه في الهجمات المرتده وثقه في نفسه كان جاب 3-4 كمان يا جماعه. امال ايه انتوا فاكرين ايه؟ هو كان طلائع الجيش، بقول لك طلائع الجيش خسر نقطتين النهارده بكل امانه. المفروض المباراه دي كانت تخلص 4-2 5-2 لطلائع الجيش، لكن بصراحه فريق الزمالك قدر يحافظ على النقطه ويبقى اخذ هو نقطه وجماهيره اخذت نقطه، يبقى كده نقطتين. والنقطه اللي جايه ان شاء الله لاتحاد الكره واتحاد البلطجه ولجنه الحكام الكوسه اللي كل شويه عايزه تدلع في الزمالك. ده الحكم يا راجل كل لما طلائع الجيش يجيب جول يقف يقول له بيتلكك عشان يلغيه، يقول لك فار، مفيش اي حاجه، يقول لك فار استنى فار. كان بيدور على اي حاجه عشان يلغي الجون، يلغي الهدفين اللي جابهم طلائع الجيش. ما اعرفش الكره المصريه ماشيه بأي نظام بالظبط، والله ما عارف. وايه الزمالك ده فريق فاشل، لا هو بينافس في الدوري ولا بينافس في افريقيا ولا بينافس في اي حاجه خالص. هو انتوا عايزين تعملوه منافس وخلاص؟ يا عم صدقوني مش هيهبط، هيستنى في المنطقه الدافيه وخلاص. هي دي امكانياته، تنفخوا فيه تعملوا فيه، انت بتنفخ في قربه مقطوعه. دي امكانيات الزمالك، اداره ونادي وجماهير هم كده مبسوطين. زي ما خالد الغندور قال لك احنا بنعمل اساطير من ورق، لكن الاهلي بيعمل بطولات. احنا عندنا اساطير من ورق وهم عندهم بطولات. النادي الاهلي قال لك كده الغندور، قال لك احنا التجديد اللي زيزو عندنا اهم من البطولات، وده اللي مأخرنا عن الاهلي، وده اللي مخلي في فرق السماء والارض بين الاهلي والزمالك. الاعلام
الزملكاوي الجربوع اللي بقاله اسبوع عامل حفله وعايز يعمل فتنه بين الاهلي وبين جماهيره، وسابوا الفوز الكبير اللي كل الصحف العربيه بتتكلم عليه على شباب بلوزداد 6-1، وبيتكلموا على وقتة الجماهير وحلقات واستضافات ومحللين ومفتيين، وكل واحد جاي يقول كلمتين مش عشان المباراة ولا عشان الست جوان، لا عشان اللقطة بتاعت الجماهير وكهربا ومحمد الشناوي ومحمد رمضان. عالم فاضي ما لهمش اي حاجة في اي حاجة، جايبين اعلاميين هجس في هجس في هجس، ودافعين بعض الرشاوي اصحاب صحفيين محسوبين على النادي الاهلي، ويطلعوا يثيروا الفتن كمان، وكله قابض وكله متعشي واوامر، عايزين يعملوا فتنه بين الاهلي وبين جماهيره. يا جماعه عايزين لو سمحت نصحى. الزمالك فريق عادي جدا جدا جدا، اقل من العادي. اهو النهارده طلائع الجيش قدامكم فشخوا فشخ كده. ادي فريق طلائع الجيش ما يستحقش الوجود في الدوري الممتاز، صدقوني. فريق المقاولين العرب اللي في دوري المحترفين اللي هو في القسم الثاني احسن منه بمراحل. الزمالك منفوخ اعلاميا، مسنود اعلاميا، وعايزين يحشروه وخلاص. هو عايزين يحشروه في وسط الدوري وخلاص، مسانده بقى من حكام، مسانده من اعلاميين، مسانده من هجاصين، مسانده من شخصيات معينه. المهم ان يبقى في حاجه اسمها الزمالك. يدكم وكسه، لا انتوا عارفين تفوزوا في دوري، ولا عارفين تنافسوا في بطوله، ولا اي حاجه خالص. ويطلع واحد يقول لك الزمالك عايز يروح كاس العالم للانديه. كاس العالم؟ انت تهبل، انت عبيط يا ابني.